السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم حبيباتي في الفيديو تاع اليوم والطلبية تاع اليوم. كيما راكم تشوفوا عندي مملحات ولا لي صالي بريستيج. هاد لي صالي بزاف مطلوبين وبزاف شابين. اليوم بإذن الله درتهم معكم خطوة بخطوة حتى مع طريقة التغليف تاعهم وأسعار البيع تاعهم. تبعوا الفيديو حتى التالي وهكا باش تستفادوا كاع. حبيباتي اللي ما راهاش مشتركه في القناه تشترك، سيرتو اللي راها عندها اهتمام بالحلويات والمملحات للطلبيات. هنا ريسيبيون درت فيها مغرف كبيره زيت زيتون، تقدروا تعوضوها بالزيت العادي، مغرف صغيره لا موطارد، وحبه فص ثوم يكون مرحي. درت شويه تاع الملح، شويه تاع الحرور اللي هو فلفل كحل. هذه تتبيله تاع الدجاج اللي غادي نتبلوها. عندي شويه تاع كوري تاع الدجاج ولا توابل الدجاج، وشويه فلفل احمر. خلط كلش مليح مليح. من بعد نزيدو 2 مغارف تاع الماء يخلي لي الدجاج طري، كي يطيب ما يطيبش ناشف، يطيب طري. خلط غايه. نجيبو الدجاج اللي كنت قطعته كيما راكم تشوفوا بشكل طولي. الكميه اللي درتها انا اليوم درت 500 غرام، يعني رطل تاع الدجاج مصدر، هذا صدر قطعته شرائح هكا يكونوا شويه مرفدين ماشي رقاق بزاف، وغادي نخلطهم غايه في هذيك التتبيله. نخلطو مليح مليح. تبغي هنايا ديريها ليله من قبل تخليه يبات في الفريجيدير، الا كانت عندك الطلبيه يعني كنتي عارفتها من قبل ديريه خليه يريح. سينو ديريه الصباح وخدميه العشيه، ولا المهم خليه على الاقل 2 سوايع كيما انا خليته 3 سوايع ريح لي. قد ما يريح قد ما يتبنن ويجينا بزاف بنين. وكيما تاني تنجمي تخدمي به ديريكت ماشي مشكل. دروك نحتاج الشوفان وحبه تاع البيض كامله. الشوفان هذا باش يعطيني داك التقرميشه وداك الشكل الشباب تاع الدجاج من برا. تنجمي تعوضيها بلا شابلور، الخبز اليابس والمرحي. كيما تاني تنجمي تعوضيها بالشيبس. انا ديفوا نخدمها بالشوفان وديفوا بالشيبس، تعرفوا شحال تجي شابه بزاف شابه. هذيك الحبه تاع البيض درت لها شويه ملح، شويه فلفل كحل، شويه كوري تاع الدجاج هكا تاني باش نبنن هذاك البيض. كي نرمدو فيه الدجاج يجينا بنين. ندرب غايه الحبه تاع البيض. هنا الحبه تاع البيض غادي تكفينا ويبقى مرطل تاع الدجاج. وجبت الدجاج تاعي اللي راه مريح ومريبوزي ومتبنن غايه. نجيبو هذيك الشريحه هكا داك اللي عليه الشكل طولي، نحطوها الاولى في البيض، من بعد نحطها في الشوفان. قلت لك تقدري تحطيها في لا شابلور ولا شيبس يكون مطحون، ماشي مطحون غير في التيه، طحنيه غير بيدك كيما نقولوا في التيه هكا. هنا الشوفان ما راش محمص، راه ديريكت باسكو غادي يتحمص لنا كي طيب غادي يطيب. كملت الشرائح تاعي هكا كيما راكم تشوفوا قدامكم. نروح نقليهم في الزيت نورمال، مقله فيها شويه تاع الزيت يكون حامي، ونقليه على الجهتين. هذا مكان نخدموا لاصوص اللي غادي نديروها في هذه المملحه. وهاد لاصوص بزاف بنينه. درت مغرف كبيره فرماج تاع الطل يكون جبن ابيض بنين، نص مغرف صغيره لا موطارد، ومغرف كبيره تاع الكاتشاب. خلطت غايه وخليتها على جهه. نسحقوا سلطه خضراء تكون نقيه وناشفه وشابه. عندي شرائح رقيقه من الطوماطيس، ما نكثروش طوماطيس، وعندي لاصوص اللي رانا موجدينها. والمكون الضروري اللي هو خبز التورتيه. كيما راكم تشوفوا عندي الصغير هذا اللي نقسمه على 2. الا كان عندك الكبير قسميه على 4. صاي الصغيره تقسميها على 2 والكبيره تقسميها على 4. قسمتها هكا ونسحقوا هذا الورق هذا جاي كي البابي كويسون جاي كيفه. هذا اللي نحطوا فوقه البيتزا لي صالي لي فريت راكم شايفينها اللي يحطوا في لي ريستورون. ينباع عند لي بيع صوالح الكاطو لوازم الحلويات والامبالاج. نشريه انا 10 دينار للورقه، 1000 فرنك للورقه. صاي 1000 فرنك للورقه. كل ورقه دير لي 8 تاع الوريقات صغار، يعني كل وحده طبقوها كيما شفتوا في الفيديو نقطعها بالمقص، يعني وحده دير لي 8 خاطرش هادو لي ميني ساندويتش صغار. المهم شفتوا الدجاج تاعي كيفاش طابوج شباب. نجيبوا نص ورقه ولا نص من هذاك الخبز تاع التورتيه، نديروا فيه شويه من هذيك لاصوص، من بعد ندير ورقه تاع سلطه، نزيد ندير الدجاج اللي راه كريسبي بنين شباب. شوفوا لي غير المنظر تاعه يعطيكم الخبر. بزاف شباب. زدت قلت لكم درت هكا، زدت شريحه واحده تاع الطوماطيس. تنجموا ديروا فرماج سلايس، جبن الشرائح هذوك يجوا بزاف شابين. انا نداري نديرهم، ولكن هذا الطلبيه بالذات قالت لي ما ديريليش الفرماج. المهم هنا طبقتها كيما شفتوا كي بلعتها، وهنا نبلعها بهذاك الورق.
شوفوا نبلع من تحت، نعاود في الاطراف منا ومنا، راني نوريكم هاكا، ونضغط غايه غادي يبلع لك، يتبلع يعني ما يغبنش. والميني شاورما ولا ميني ساندويتش كل واحد كيفاش يسميها راها واجده معنا شابه. كاين اللي يبغوا يديروا زيدوا خيط تاع الخيشه، يعني على حسب طالب الزبونه. حنا اليوم كان انا هنا ما قديتش نقاوم، كليت واحده هنايا شوفوا بزاف بنينه خفيفه شابه تهبل، سورتو هذيك لاصوص عطاتها بنه سبيسيال. حبيباتي ان شاء الله تكون عجبتكم طلبيه اليوم. هادو السعر تاعهم 100 دينار يعني 10000 للوحده، وكل وحده تقيم الاسعار على حساب المشتريات اللي دخلوا لها في كل حاجه. باغ اكزومبل تحسبي كاع المشتريات اللي دخلوا لك في هاد الوصفه، تضربيهم في زوج، تقسميهم على عدد الحبات اللي جاوك. انا هنا الكميه دارت لي 15 حبه. هيا شيرات ديروا نجام وابونيو عندنا في القناه. سلام.